شغال يعني. لا محمود. لا ده انا بفكر اخذ العربيه اللي قدام السكن بتاعي بتاعت المخبوزات، هاي قاعد بيع عبط. بالصلاة على النبي ده يكسب له بتاع 20,000 في اليوم. ده شايف زحمه عليه بالكوم. ايوه. وانا سامع ان صاحبها اليومين دول مزنوق، انزل عليه. ياك شيخ ده يبقى حلو، رحت له كذا مره والله ووراه لغايه ما اخدها منه. لا احنا اولى لمنطقتنا. ايه السلام عليكم. امال الاستاذ باسم فين؟ عند العربيه. ايه يا استاذ باسم؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ايه يا عم شفتني العربيه دي؟ تاني يابا والله انت بقى فاهم الموضوع ده. ما انا سامع ان انت اليومين دول برضه بتدور على بعتها وكده. والله هو الدنيا مخبطه شويه. لا مخبطه، لو انت عايز فلوس من غير بيع ولا شراء انا اديك اللي انت عايزه. فكك، مش ان انا جاي عارفك مزنوق وجاي لك عشان كده. لا لو انت عايز فلوس من غير ما تبيعها يا عم خد الفلوس اللي انت عايزها. لا بجد ربنا يكرمك. ولو هتبيع انا اولى. يعني الجار اولى بالشفعه. طب خلينا اشوف الموضوع ده. طب تعالى نقعد نشوف. تعالى نقعد. ماشي. بترد يا اخي. مالك؟ رنيت عليك 3 مرات اقول لك فلوس ايه يا ابو العم؟ ما القرشين اللي كانوا معانا حطيناهم في المشروع الجديد ده وكان شغال زي الحلاوه. المشكله من ساعه ما انا اخذته لا بعت ولا اشتريت والحال واقف وقفه صلاه النبي. والله العظيم عنش مش عارف ادي العمال اللي شغاله دي منين ايجارها. يا استاذ باسم تمام والله. امال ايه يا عم برن عليك بقالي كام يوم كده عشان هو المشغول ده انا من ساعه ما خدت منك العربيه ليه فوق الشهر والحال واقف وقفه وما اقولكش وقفه طين. ايه يا عم كده بس؟ انا مش عارف ده انا كنت مراقبك كل يوم مراقبك وبص عليك على البيع بيع بالصلاه على النبي. يا عم دي ارزاق بقى. وبعدين قول لي انت غيرت عربيتك ولا ايه؟ يا عم الحمد لله بعد ما بقيت الصلاه على النبي ربنا يزيدك. طب اصبر لما نشوف الموضوع ده ما كملش هبيعها اعمل ايه؟ وهديك قرشينك برضه ما تشتريش. ماشي مع السلامه يا استاذ باسم. مع السلامه. مع السلامه. عربيه فخمه بالصلاه على النبي. ربنا كرمك وانا ربنا ابتلاني، بس انا عارف ليه ربنا ابتلاني. عارفين ليه ربنا ابتلاني؟ عشان انا بصيت في رزق غيري. انا الطمع خدني وبصيت في رزق غيري، والرزق ده بتاع ربنا هو اللي كاتبه. وهذا اخرة اللي بص في رزق غيره.